السلام عليكم. لا تنسوا الإعجاب بالفيديو والاشتراك في القناة. سياسات بايدن الاقتصادية ستجعل الولايات المتحدة والعالم أكثر فقرا. الحرب التجارية السرية التي يشنها بايدن سوف تشل بريطانيا. العالم الخارجي يرى الولايات المتحدة مجتمعا شديد الاستقطاب من الناحية الاجتماعية، بينما هناك إجماع جديد في ذلك البلد على القومية الاقتصادية، ويشير هذا المصطلح إلى تدخل الدولة في الاقتصاد وعدم تركه لآليات السوق الحر. وهذا النهج من شأنه أن يجعل أمريكا والعالم أكثر فقرا. وبالعودة إلى عام 2016، ندرك أن أغلب الناس قدم على انتخاب دونالد ترامب رئيسا للولايات المتحدة، وسوف يتبع تحولا عن الإجماع على مبدأ التجارة الحرة الذي اعتنقه أسلافه الرؤساء، حيث لجأت الحكومة الجديدة المدعومة من اليمين المتشدد إلى إعلان حزمة من المقترحات التي تسعى إلى تطبيقها في الأيام المقبلة، ومنها عدم منح الإقامة الدائمة وتراجع حصة السويد من اللاجئين التي قلصتها الأمم المتحدة خلال العام، وتجديد قوانين منح الجنسية وربطها بتوفر وظيفة ومعرفة اللغة، إضافة إلى تشريع قانون الشرف الذي يخص المسلمين تحديدا ويمنع تدخل الأهل أو الأقارب في حرية الشباب والشابات في اختيار شريك حياتهم ولباسهم ودينهم. مظاهرات المسلمين في السويد. يقول رئيس مجلس الإفتاء السويدي الشيخ سعيد عزام إن الحكومة الجديدة طرحت عدة مقترحات لقوانين أغلبيتها تمس المسلمين والمهاجرين في السويد، ودعا عزام المسلمين الموجودين في السويد إلى معرفة حقوقهم والاطلاع على القوانين، لأن الأخطاء التي نرتكبها لعدم معرفتنا بالقوانين هي التي تزيد كراهية السويديين لنا. ويضيف: للأسف السويد باتت مكانا صعبا للمسلم الذي يسعى إلى لم شمل أسرته وبيته. علينا أن نعمل قدر المستطاع حتى لا تضيق الأمور أكثر. ويرى عزام أن مشاركة الجالية المسلمة والمهاجرة الفعالة في الدراسة والتحصيل العلمي ودخول سوق العمل تفتح المجال للتعارف وإعطاء صورة جيدة عنها. ويضيف: علينا إعطاء صورة جيدة، وهناك واجبات على المرء العمل بها ليتمكن من المطالبة بحقوقه. ويشارك مجلس الإفتاء السويدي ممثلا بالشيخ سعيد عزام في اجتماعات مع الجهات الحكومية ومؤسسات المجتمع المدني السويدية ضمن مساع لمنع الجريمة والحد من الإسلاموفوبيا. ويقول عزام: هناك جهود تشكر عليها السويد، لكن للأسف توجد أيضا أصوات عنصرية تقوم بشحن الشارع وتسعى لتغذية الكراهية بين أطياف المجتمع.